الأخبار الموجزة ليوم الأربعاء. صرحت وزارة الصحة العامة تم أخذ الفحص السنوي للمتدربين المتخصصين في جميع أنحاء الدولة من النظام المركزي في يوم واحد من قبل إدارة الخبرة التموينية. وضع اليوم رئيس الوزراء الملا محمد حسن حجر الأساس لمسجد الجامع الجديد قبل الظهر في القصر الرئاسي أرك. صرحت بلدية كابول انطلقت خلال سلسلة من الاحتفالات حملة غرس الشتلات على مستوى المنطقة الثانية بمشاركة قيادة بلدية كابول. حسب تصريحات وزارة الداخلية، قامت شرطة مكافحة المخدرات بمقاطعة فرا بتطهير 650 فدانا من الأراضي من الخشخاش الأسبوع الماضي في إطار حملة مكافحة المخدرات. صرحت المساعدة الاقتصادية لرئاسة الوزراء انعقد الاجتماع الدوري للجنة الاقتصادية في قصر الرخام بقيادة الملا عبد الغني برادر، وتمت مناقشة الموضوعات المختارة حسب جدول الأعمال. صرحت وزارة شؤون الحدود والقبائل تم زراعة 400 أشجار في ساحة مدرسة ثانوية خشال حقخان التابعة للوزارة المذكورة. يقول السفير الأفغاني لدى جمهورية تشيك: نقدم أمور السفارة في التواصل مع وزارة الخارجية للإمارة الإسلامية. وأضاف أن سفارات أفغانستان في العديد من الدول تقدم أمورها بإهداء وزارة الخارجية. صرحت وزارة التعليم العالي استحدث مهندسان جهازا لتقنية الهواء الملوث بالتعاون مع وزارة التكنولوجيا والمعلومات. من بداية عام 1401 هجري شمسي حتى الآن جمع جمرك مقاطعة كونر 332 مليون أفغاني من العائدات وسلمها إلى خزينة الدولة.